السلام عليكم. فيديو في السريع. قريب ان شاء الله هتفتح المنحة الدراسية في روسيا، وقبل ما تقدم على المنحة فدي اهم نصيحة ممكن هتسمعها. لو انت مش هتعمل بالنصيحة دي يبقى ممكن ما تقدمش. اللي حصل معايا بكل اختصار هو انه انا قدمت على المنحة الروسية Education in Russia على تخصص معين بغض النظر عن التفاصيل، ولكن انا يعني قبلت قبول مبدئي، وبعد كده عملت التحاليل المطلوبة وجمعت الورق وعملت كل شيء وخدت خطابات توصية، كل حاجة عملتها. عديت المرحلة التانية والورق اتبعت للوزارة وكل حاجة بقت تمام. النهاردة 27 أغسطس، يعني باقي على بداية العام الدراسي حوالي 4 أيام، يعني مش حاجة يعني. وأفاجأ برفض الملف بتاعي لسبب من أغرب الأسباب، وهو ده السبب اللي هيكون مبني عليه النصيحة اللي أنا عايز أقولها لكم النهاردة. قبل ما تقدم على منحة يا حبيب القلب، تواصل مع الجامعة بأي شكل، أو اتأكد إن التخصص اللي أنت بتقدم عليه فيه أماكن للمنح. يعني أنت ممكن تقدم على منحة وتختار الجامعة وتختار التخصص، ثم بعد كده الملف بتاعك يترفض لأنك اخترت تخصص مفيش فيه أماكن للمنح. لك أن تتخيل يعني. دي المشكلة الأولى. المشكلة الثانية إن أنت يعني زي ما قلت أنت بتكون اترفضت، بس أنت بتكون اترفضت من جامعة، فبيكون عندك بقية جامعات. ويا للعجب سبحان الله، الجامعة اللي بعدها تيجي تقول لك إحنا، ده يعني أنا سمعته بنفسي، يعني يقول لك إحنا ممكن نرفض الملف، أو إحنا فعليا هنرفض الملف لأنك ما خليتش الجامعة بتاعتنا في المركز الأول. يعني أنت ما خليتش الجامعة بتاعتنا في الأولوية، فإحنا يعني تلقائيا هنرفضك يعني. فاختصارا للنصيحة دي كلها، تأكد من الجامعة إن التخصص اللي أنت هتقدم عليه متوفر فيه أماكن في المنحة. ده أول شيء. ثاني شيء، اختيارك للجامعات لازم يكون دقيق، وما يكونش يعني مجرد اختيار عاطفي، ولا يكون اختيار يعني بالاسم أو غيره. حاول إن الاختيار فعلا يكون يعني إيه، بالسمعة، بالمعرفة، بالشهرة، بالاسم، بالقيمة، بالوزن، يعني بالمدينة، بالشهرة، بحيث انه ما يحصلكش موقف زي المواقف الغريبه اللي حصلت معايا دي. انا اول مره اسمع كده، فعشان كده حبيت ان اصور فيديو ان شاء الله وانزله. ممكن انزله من غير ما اعمل مونتاج حتى يعني. شكرا يا شباب، بالتوفيق.